العلم. معكم فاروق الباز. اليوم أود أن أشارككم قصة حياتي في الجيولوجيا واستكشاف الفضاء، وكيف أساهمت هذه الرحلة في خدمة بلد مصر واكتشاف أسرار القمر. ولدت عام 1938 في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. منذ الصغر كنت مفتونا بالطبيعة والعلوم، وهذا ما دفعني لدراسة الكيمياء والجيولوجيا في جامعة عين شمس. حين انتهيت من البكالوريوس وجدت نفسي أتوق لتعلم المزيد والغوص أعمق في عالم الصخور والمعادن وعلاقتها بالأرض. بعد ذلك سافرت إلى الولايات المتحدة لاستكمال دراساتي العليا. حصلت على درجة الماجستير في الجيولوجيا من جامعة ميسوري، تحديداً في معهد المناجم وعلم الفلزات، حيث تعلمت كيف نفهم الأرض من خلال تكوينها الصخري والمعادن التي تحتويها. وخلال هذه الفترة توجهت للتخصص في الجيولوجيا الاقتصادية، ذلك الفرع الذي يعلمنا كيف نستغل موارد الأرض الطبيعية بشكل ذكي ومستدام. حصلت على الدكتوراه من جامعة ميسوري نفسها بعد أبحاث متعمقة قمت بها أيضاً في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وكانت نقطة التحول الكبرى في حياتي المهنية حين التحقت بوكالة ناسا للعمل ضمن برنامج أبولو. في ناسا كان دوري محدداً وواضحاً. كنت المسؤول عن التخطيط العلمي للاستكشاف الجيولوجي للقمر. هذا يعني اختيار أفضل المواقع لهبوط بعثات أبولو، وكذلك تدريب رواد الفضاء على كيفية جمع عينات التربة القمرية بشكل صحيح ومنهجي. الموضوع لم يكن سهلاً، لأنك تتعامل مع بيئة غريبة تماماً، ولا يمكننا الذهاب مراراً وتكراراً لجلب المزيد من العينات. لذلك كان علينا أن نكون دقيقين للغاية في اختيار العينات التي يمكن أن تكشف لنا أسرار تكوين القمر. ما يثير اهتمامي في عملنا هنا هو العلاقة الغريبة والقوية بين الأرض والقمر. هذه العينات اللي جمعناها كانت المفتاح لفهم هذه العلاقة، خاصة كيف تشكل القمر وكيف يصله. لم تكن مجرد صخور وحجارة، بل كانت رسائل من الماضي تخبرنا قصة تطور نظامنا الشمسي. وبجانب عملي في ناسا، لم أنسى جذوري ومهمتي الأكبر في خدمة وطني مصر. كنت مستشاراً علمياً في مجالات التنمية الزراعية وتنمية المناطق الصحراوية. هذا أمر مهم جداً، لأنه يعكس كيف يمكن للعلم أن يخدم مباشرة حياة الناس وحاجاتهم اليومية. لم يكن ذلك سهلاً، لكنني كنت فخوراً بأن أساعد في بناء مصر الحديثة. تقدير بلدي: لقد نلت جائزة الاستحقاق والمقام من الدرجة الأولى من الرئيس أنور السادات، وهو تكريم كبير يشجعني على الاستمرار في العمل والعطاء. وبالإضافة إلى ذلك حصلت على جائزة الامتياز العلمي والتكنولوجي من وكالة ناسا، وهذا يعكس تقدير المجتمع العلمي العالمي للعمل الذي قمنا به. طوال رحلتي هذه تلقيت عدة دكتوراه فخرية من جامعات عالمية، مما جعلني أدرك أن العلم لا يعرف حدوداً، وأن التعاون عبر الثقافات والبلدان هو مفتاح التقدم. أنا أحب أن أقول إن القمر كان بالنسبة لي أكثر من مجرد جرم سماوي نراقبه. كان وما زال حلانقة لفهم أوسع للعالم الذي نعيش فيه. تجربة العمل في ناسا خلال برنامج أبولو علمتني كيف يمكن للعلم والتكنولوجيا أن يغيرا مصير الإنسانية. ربما تبدو رحلتي رحلة غريبة للبعض، ولكنها بالنسبة لي قصة إنسان عادي أخذ شغفه ونظرته إلى الكون ليغوص فيه ويقدم إسهاماً علمياً وتقنياً يخدم البشر. في النهاية، كل ما أرجوه أن تستمر الأجيال القادمة في حب العلم والاكتشاف، وأن يسعوا دائماً لفهم العالم من حولهم، سواء كان ذلك في الأرض التي نعيش عليها أو السماء التي تملأ عيوننا بالنجوم. شكراً لاستماعكم، وأتمنى أن تكونوا قد عشتوا معي هذه القصة الصغيرة عن رحلة علمية وحياة مكرسة للمعرفة.